بزاف تاع التساؤلات كيجيوني على التركيز أو حردة الإبط. دائما كنشرحها وكنعاودها في الفيديوهات، ولكن البنات بزاف كيعاودوا نفس السؤال. دابا ان شاء الله غادي نعاود نطراسيها لكم عاوتاني ونحاول نبسط لكم الطريقه. بسم الله. بالنسبه دابا لهاد التسطر اللي درت، هذا هو الثوب. هذا الثوب مطوي على 4، يعني هاد البلاصه غندير لكم هنايا 2 سطوره، على اساس هنايا راه الجهه المفتوحه، باش دائما تشوفوا هاد البلاصه اللي فيها هكذا تعرفوها هي الجهه المفتوحه، وهنايا الجهه المسدوده. غادي نطراسي لكم دابا من الجهه المفتوحه. عندي هنايا 8 سنتيم تاع التقويره اللي كتبقى ديما. عندي هنايا الكتاف كيختلفوا من شخص لاخر. غندير مثلا 20 سنتيم. هنايا غادي نهبط ب4 سنتيم. غادي نجي للتركيز، النقطه تاع التركيز. اشنا هو العبار اللي كنحط انا في التركيز؟ كناخذ العبار ديال الصدر. هانتوما غير ركزوا معايا مزيان وعاودوا اللقطه ولا عاودوا الفيديو حتى تفهموا. كناخذ العبار ديال الصدر، مثلا عندي 30 سنتيم في الصدر، كنقص منه 2 سنتيم، كنهبط هنايا ب 28. كان عندي مثلا في الصدر 27 سنتيم، كنقص منها 2 سنتيم، كتبقى ليا 25 هي اللي كنحط هنايا. غادي ندير دابا على اساس عندي انا في الصدر 26 سنتيم، يعني عندي في الصدر 26 سنتيم، انا هنايا غادي نهبط بالنقطه تاع التركيز ب 24 سنتيم. هنا النقطه تاع الصدر كما قلت لكم عندي فيها 26 زائد سنتيم هي 27. هاد السنتيم اللي زدت تاع الخياطه، ركزوا معايا. حطيت هنايا العبار ديال الصدر ناقص منه 2 سنتيم، وفي الصدر حطيت العبار ديال الصدر زائد سنتيم تاع الخياطه. اللي كتاكل في الخياطه اكثر من سنتيم تزيد 2 سنتيم صافي. هنايا كندخلوا ب3 سنتيم. اللي ما عندهاش هنايا كندير لكم على المبتدئه اللي ما عندها لا ادوات لا والو تاع الفصاله. كتهبطوا هنايا كما قلت لكم ب 24 سنتيم. هنايا في العبار تاع الصدر غادي ديروا 26 سنتيم زائد سنتيم تاع الخياطه هي 27، وهنايا كندخلوا ب3 سنتيم هكذا. وحنايا ميلين سنتيم باش كنجيبوا هاد الطريقه هذه كندوروا بها كما كتشوفوا، وكنسطروا هذا 4 سنتيم. البنات اللي كيسولوني واش الهبطه ديال التركيز واش كتكون من هاد النقطه ديال باش كنطيحوا الكتاف اولا من الفوق، لا كتكون من الفوق. منين كنعبروا هكذا كنعبروا هكذا التركيز كنطيحوا 4 سنتيم وكنعبروا التركيز مباشره، ما كنهبطوش سنتيم، كنهبطوا هنايا غير ملي كنبغيو نقسموا هاد المسافه هذه على 2. نتمنى تكونوا فهمتوني مزيان. غادي نعاود لكم بلون اخر مغاير. عندي عاوتاني واحد الطريقه الا ما عرفتوش كيفاش تقادوا هاد البلاصه. كتجيو كتسطروا هكذا كما سطرت انا هكذا، وكتعاودوا تاخذوا العبار ديالكم حتى هو من هنا، كتعبروا هاد المسافه اللي بقات لكم. كنخليو هاد المسافه ديال الصدر هذا راه كامل العبار ديال الصدر، كنخليو هذا كنجيو كنعبروا غير من هاد البلاصه اللي حنا سطرنا فيها هاد المستطيل هذا كما كتشوفوا. مثلا هاد البلاصه عطاتني هانتوما مثلا عطاتني 10 سنتيم، غادي نطلع بها هنايا وغادي ندير نقطه. خاص تكون بحال هاد المسافه اللي هنايا بحال هادي، يعني نفس القياس صافي. وكندور من عند هاد النقطه اللي انا حطيت، كندور وكنطراسي على هذا الشكل. دائما خاص تحفظوا القاعده باش ما تلفوش. انا مثلا دائما كندير لكم العبار ديال 26 في الصدر، نتوما غادي ديروا العبار ديالكم نتوما، فهمتوني؟ وبالنسبه كاينين البنات اللي تيكونوا باقيين صغار في لاج،
يعني باقا صغيرة وباقا كتبغي تلبس الحاجة مزيرة، ما غاديش نطبقوا عليها هاد القاعدة تاع نقصوا 2 سنتيم. مثلا هي باقا شابة وعندها في الصدر 32 سنتيم، ما غاديش ندير ليها انا 30 سنتيم في التركيز، نقدر نقص ليها حتى ل 4 سنتيم. فهمتوا؟ يعني بهاد الطريقة غادي تعبروا الذراع، غادي تعبروا ليها الذراع شحال فيه، وغادي تحاولوا ديك الساعة اولا تعبروا ليها التركيز ديالها، وغادي تحطوا ليها نفس القياس اللي هي جاها في الذراع اولا اللي غادي يوالمها في التركيز. لحقيتاش ما غاديش نديروا ليها هذاك العبار كبير عليها وهي باقا شابه باقا باغا تلبس المزير. اولا كاينه عاوتاني اللي عندها الصدر وما عندهاش، يعني الذراع ديالها رقيق، تيكون عندها غير الصدر، هي ما غليظاش كامله، غير الصدر اللي عندها هز المسافه. غادي تعبروا الذراع وغادي تنقصوا حتى ل 4 سنتيم في التركيز.